يا ترى الاهلي هيلعب ازاي في كاس العالم للانديه؟ قبل ما تعرف الاهلي هيلعب ازاي لازم تعرف الاول المدرب الاسباني خوسيه ريفيرو بيحب يلعب بطريقه ايه. مبدئيا كده من خلال ماتشاته مع اورلاندو بايرتس الراجل ده بيحب يلعب بطريقه 4-2-3-1. طب ايه هي بقى اللعيبه المناسبه للتشكيله دي من وجهه نظر منطقيه؟ مبدئيا كده وللاسف في حراسه المرمى محمد الشناوي كابتن الفرقه ومكتوب علينا. ونيجي بقى لرباعي خط الظهر والباك اليمين الناشئ الصاعد الواعد محمد هاني، اتنين قلوب دفاع اشرف داري وياسر ابراهيم. بالنسبه للباك الشمال فللاسف هنفتقد قوي علي معلول في الناحيه دي، لكن ان شاء الله اللي هيعوضه هيكون العائد من الاصابه يحيى عطيه الله. في نص الملعب بقى عندك اتنين ارتكاز حمدي فتحي ومروان عطيه، قدامهم بقى امام عاشور صانع اللعب واللي بيعرف يطلع بالكوره وهو كل حاجه في الفريق حرفيا. اما بقى بالنسبه للوينجين فالوينج اليمين هي الصفقه المدويه اللي الاهلي هيعلن عنها قريبا، احمد مصطفى زيزو افضل وينج يمين في مصر حاليا. اما بقى بالنسبه للوينج الشمال هيكون اشرف بن شرقي هو اللي واخد على الفرقه اكتر من تريزيجيه، قدامهم بقى المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، ربنا يرجعه لينا يا رب بالسلام.